السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على قلوبكم يا رب العالمين. معلش تلاقوني بنهج بس شوية عشان لسه طالعة من تحت وبسجل لكم الفيديو. تمام كده حبايبي. صباح الفل. لو هتشوفوا الفيديو بالنهار، مساءكم عسل وهنا وسرور على قلبكم لو هتشوفوه بالليل. تمام كده حبايبي. انا قمت كده عملت بقى كوبايه قهوه عشان ايه نقوم بقى نتنشط وكده، عشان النهارده بقى حاجه خفيفه بعد الروتين الشوك واللي احنا كنا عاملينه والنشاط كده وقلبين البيت. لا انا هقول لك بقى اللي انت تحافظي على بيتك ازاي بعد ما تكوني مروقه الترويقه العميقه دي. تمام كده. بس انا قلت ايه، احط الاكل على النار ونروح بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. احنا هنعمل اكله بسيطه قوي، اكله يعني يعتبر ايه، مش يعني هي ولا بسيطه ولا رخيصه، هي برضو مكلفه لان الحاجه صعبه اصلا والحاجه غاليه الايام ديت، فربنا يعني. ده كيلو الا كده بطاطس قلنا نسلقه، وجبنا 5 بيضات وقلنا نسلقهم، وهنعمل بقى صينيه رز معمر تحفه يا بنات والله جميله. هتشوفوا بس الخطوات كده وهتعرفي تعملي اجدع صينيه رز معمر او بريم. انا حطيتها كده على النار وهديت لها البوتاجاز عشان تتسلق، قبل ما انا اروق حاجه تكون هي اتعملت. هنا بقى الاوضه ديت احنا طبعا كنا فرشين الفرش ده من يومين 3 ومسيقين الاوضه ومخلينها زي الفل، بس عايزه ان هي ايه تتعادل كده وتتروق وتتعطر وتقفلي الاوضه كده وتشغلي قران ويبقى البيت نضيف. طلعت النهارده والله يا بنات على الشقه كلها، مع اني كنت لسه عاملاها بقالي 3 ايام، بس انا لو ما عملتش كده هيتراكم فيها التراب تاني وهيبقى متبهدله والكلام ده. فلازما ايدك كده تبقى في الحاجه اول باول. انت عملتي ريحتي يومين اهوت، في التالت بقى تقومي ايه مؤيد بقى قاعد حراني يقول لي انا هقعد هنا هقعد هنا، فقلت له لا اقوم بقى عشان هعدل الفرشه. مؤيد بقى ادعوا له ان ربنا يهديه، هو اللي خارب لي الدنيا من هنا لهنا لهنا ولازما ببقاره. يلا ربنا يهديه ويصلح حاله ويصلح حال اولادكم يا رب ويقدم لهم كل اللي فيه الصالح. فقمت بقى ايه، قلت اعدل السراير وكنست بقى، شفطت الشقة كلها بالمكنسة ومسحت برضو، عدت على الموبيليا تاني عشان الشقة تفضل زي ما هي، مش اللي هو بقى يتراكم. مش روقتي وقلتي لا ده انا روقت وخلاص بقى وتسيبيها بالوقت الكتير، لا لازم تحافظي عليها ان انت تعملي كده. تمام كده حبايبي. وعايزين نتكلم بقى عن اللي ايه، عن الرضا. لازم ان انت تكوني راضيه بحياتك وبعيشتك، والله العظيم ديت احلى نعمه، وربنا بيزيدك ويزيدك ويزيدك طالما انت راضيه باللي عندك وبحاجتك، ربنا بيزيدك. انا مش بعمل على حد ولا اعلم حد، لا انا بتكلم معاكم عشان انتوا اخواتي وبحب اتكلم معاكم، وفي نفس الوقت انا بستفيد منكم وانتوا برضو تستفيدوا مني. يعني برضو اللي عنده حاجه هتكتبوا لي في الكومنتات، انا برضو بتكلم معاكم، بطلع برضو اللي عندي وبديكوا حاجه ممكن غيري ما يكونش عارفها فبيستفيد منها. فالحياه كده، اللي هو مش اللي انا لا عندي معلومه ابخل بيها او كده، لا يا جماعه احنا بنفيد بعضينا، ولا مفيش حد خيره على التاني ولا الكلام دوت، ولا انا بعلم عليكم ولا لا، احنا بنستفيد مع بعضينا. انا فاتحه القناه بستفيد منكم برايكم، وانتوا برضو بتستفيدوا مني لان انا قمت عملت الحاجه ديت. بتستفادش منها ان انت قمتي برضو عملتي زيي، مش عيب ولا غلط ان احنا نقلد بعض في الصح. وانا برضو لو انتوا كاتبين لي التعليق برضو بستفيد منه. هي الحياه كده. تمام كده حبايبي. فاهم حاجه ان احنا نكون راضيين باللي عندنا، والله يا بنات مفيش احلى منها. وتعلمي عيالك كده ان هم يكونوا راضيين باللي عندهم، ما يبصوش لحاجة غيرهم مهما كان. والله الواحد طول عمره ما كان بيبص لأي حد ولا اللي يجيب ولا اللي يعمل، ربنا يزيد كل من كان. طول ما انت بتدعي ان فلان او علان ده ربنا يزيده، ربنا بيزيدك. ما هو بيقولك بتدعي وبيقولك لك بالمثل، بتقولي يا رب اكرم الناس واكرمني معاهم، فربنا بيكرمك وبيديكي والله. ماشي كده حبايبي. ما تنسونيش بقى ايه في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من ايه يوميات ام ميدو واولادها. تمام كده حبايبي. بنرغي برضو مع بعض كده حبايبي، بنفك على بعضينا كده، واسره مع بعضينا. يا رب يكون دمي خفيف على قلبكم، ويكون روتيناتي ومطبخي خفيف كده على قلبكم وبتحبوه.
وتكوني بتستفيدوا، حتى لو استفدتي حاجه بس كده بحمد ربنا ان انا قدرت ان انا اخليكي تستفيدي حاجه من اللي انا بقولها. وبرضو انا بستفيد منكم برايكم بتعليقاتكم، بستفيد منها والله، وبتشجع برضو ان انا اقوم واعمل تاني. تمام كده. بصوا لقيتوني بقى ايه، شفطت بقى الاوضه كلها. طبعا اللي واكل لب بقى وسوداني ومش عارفه ايه، طبعا ما الحاجات دي ما بتخلاش من البيت، فبتلاقي العيال بقى بيتوقع هنا وهنا. فانا قلت لا، اقوم بقى على الاوضه كده اشفطها كلها. اهو شفطتها كلها وعطرتها بقى. ده الله يا جماله الفلفته والفريده يا ولاد، جميله جميله. كل فيديو بقول لكم مش هبطل اقول لكم عشان تستفيدوا برضه. هي جميله، تجيبيها تحطي نصها في الازازه ونصها ميه و... وترجيها وترشي بقى على الفرشه. والله هتدعوا لي ان الريحه ثابته ثابته ثابته، والريحه جميله جدا في الفرشه. تمام كده. ده دوني في الفيتا البامبي او فريده اللبني. تمام كده يا بنات، جربوها وادعوا لي والله. دخلت بقى على اوضه الركنه ديت برضو عشان بيقعدوا فيها عارفين، فقلت بقى ايه اللي انا اعدلها كده برضو ايه، واروق الدنيا كده واخليها زي الفل عشان ايه يبقى الدنيا كلها. وطلعت على الريسبشن والله يا بنات ما خليتش. ده انا بالنسبه لي راحه ليه، من الكركبه وان انا اسيبه واهمل فيه. لا انا كده بقى ايه بعمل كده اللي انا أبقى على طول ايدي فيه وما تعبش بقى في يوم وكده والكلام دوت. لا هنا بقى قلت اقلب هنا الشيلة دي بقى عشان برضو بيقعدوا في جنب وجنب، لا فبيبقى مصفطينها كده حاطينها من جنب والجنب التاني لا. فقلت بقى ايه اظبطهم كده، وخليت الدنيا زي الفل، وشيشت وشغلت القرآن ورشيت الدوني دوت ورشيت معطر جو، والدنيا بقت زي الفل يا بنات. والله قومي كده وتنشطي. الفيديو بينزل لكم الساعه 6، يعني بيبقى لسه برضو ايه بدري قبل المغرب. فانت لو قاعده بتشوفي الفيديو كسلانه، لا قومي اعملي لك اي حاجه والله. حتى لو هتعملي المطبخ، هتعملي اوضه وتسيقيها، هتوفر عليكي كتير قوي تاني يوم. طبعا العيال ما بتخلاش من البهدله، وانت لازم تبقي وراهم على طول، فما تسيبيش الدنيا لما هي تكتر عليكي. تمام كده. مسحت بقى الترابيزه وكله، جبت المفرش ده كنت غسلاه، كان ابني بالليل موقع لي عليه حاجه ساقعه، مش انا لسه بقول لكم موقع عليه حاجه ساقعه، فحطيته بقى في الغساله وغسلته كده ونشرته ونشف. قلت بقى افرشه. بصوا برش على الفرشه دي بترش عليها والله بتفضل ريحتها جميله جدا جدا. قولوا لي كده يا بنات، الاشعارات بتوصل لكم ولا ايه؟ كل مره بسالكم مش بتردوا عليا، ردوا عليا بالله عليكم، شوفوا الاشعارات بتوصل ولا ايه، عشان في ناس بتقول ان هو الاشعار مش بيوصل. بحبكم في الله يا اغلى متابعين، ما تتفرجيش كده وانتي سرحانه، لا اتفرجي واستغفري الله كده وصلي على الرسول. اللهم بارك وصلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا هنا طلعت بقى ايه في الطرقه. بصوا شفطت بالمكنسه في كل الشقه، والمطبخ مسحته بالشرشوبه، والحمام صبنته. بصوا كان كل حاجه والله. كل ده لو هتحسبيه ما هياخد ساعة في كل دوت، من هنا لهنا لهنا. طبعا انت بقى ايه على حسب ما هياخد منك، ممكن تعملي شوية وتقعدي. انا هنا بقيت اقعد شوية وعملت يعني في نص الطريق كده قعدت شوية الصراحة. هنا بقى الزرع بتاعي دوت يا بنات كان طويل، لما جينا رحنا المصيف آه، نزل كله، يعني اتقصف كله، فاضطريت ان انا بقى اقصه عشان يطلع بقى من اول وجديد. فبدأ ان هو لسه هيطلع اهوت. بصوا السجاد ده بقى اللي اتغسل، بصوا والله راميين لي عليه قشر لب وطفي سجاير. ربنا يعلم، مش عارفه ايه الناس دي والله. ربنا يهدي كل من كان بيقفوا في البلكونات العيال او كبار يقزقزوا ويرموا، وهو السجاد. وانا كنت شايله الستاره اصلا عشان الشمس تيجي عليه وتنشفه لي. بصوا ادخل هلاقيه بالمنظر ده. وطبعا احنا العماره ما شاء الله، لو هتكلمي مين؟ كل واحد هيرمي على التاني، هيقولك لا مش انا لا مش انا. فما بتكلمتش والله، نفضته وخدته لفيته اهو قدامكم، وقلت بقى ايه عشان اشيله بقى. خلاص بقى انطرها من يعيش كده. ده تقيل بقى ايه في رمضان الجاي ان شاء الله كده، ربنا يدينا يديكوا الصحه كده اللي احنا ايه نبقى نفرشه. هنا بقى ايه مسكت الانتريه برضو نفضته ومسحت الخشب بتاعه وشفطت الارض ورشيت المعطر ومعطر الجو كله. وبرضو عند السفره برضو والبوفيه مسحت كله والله. الحمد لله ما خدش معايا، انا بالنسبه لي ما خدش معايا الا ساعه وكان خلصان كله.
ودخلت برضو عملت الاكل اصلا كان سهل، يعني هي بطاطس محمره وبيض وبتنجان سلقته. انتوا طبعا عارفين طريقتي في سلق البتنجان، عاملاه كذا مره معاكم. وعملنا سلطه وعملنا الرز تحفه تحفه يا بنات، هتشوفوني وانا بعمله جميل جدا، ما خدش اي حاجه. هو انت بس اظبطي المعيار بتاعه. الصينيه تحطي من نصها رز، نص الصينيه او البرام رز، والنص التاني هتملي كوبايه ميه والباقي لبن. تمام كده، على قد ما هياخد معاكي. بس المهم ان انت طبعا عارفه المقدار بتاع الرز، ان هو ما بيبقاش عايم. لا انا بصراحه عشان عارفاه كده بالويم فبحطه، وطلع مفلفل جميل ولا معجن ولا اي حاجه، وطعمه زي العسل. اهم حاجه لما تيجي تعمليه ما تحطيش السمنه في اول ما تعمليه، لا لازم تسيبيه ينشف، وبعد كده تحطي السمنه في الاخر خالص. لما تلاقيه نشف وحمر حطي له السمنه ورديه تاني في الفرن، هينشف من السمنه بتاعته. بس كده. تاني حاجه لازم تحطي كوبايه ميه. كوبايه الميه بتخليه يتنفس شويه، زي كده ما بتقولي ايه بتحطي سمنه وزيت، ما ينفعش زيت بس ولا سمنه بس، فاهماني؟ تالت حاجه بتحطي معلقه سمنه او معلقتين سمنه، ولازما معلقه زيت عشان يفرفروا من بعض ويخليه جميل جميل والله. هنا بقى كنت فكنا بنتي كانت فكت المروحه دي وغسلتها، وانا قلت اركبها بقى بالمره عشان ايه تبقى زي الفل وجميله. وبدأنا نضفنا بقى الارض وكده، ننضف بقى المراوح كمان. دي بتجيب كميه تراب فظيعه والله. بصوا بقى الرز اهو، نص الصينيه رز. اه بص، نص غسلته ونقعته مفيش 10 دقايق ولا 5 دقايق، وعبال بس ما جبت اللبن وجبت الحاجه وصفيته من الميه. هحط بقى الميه وهحط كوبايه لبن، كوبايه ميه. بس لازما الميه تكون سخنه، اللبن سخن الميه سخنه. اللبن ساقع حطي الميه ساقعه عادي. انا كنت مشغله الكاتل وحطيت بصوا مقدار كوبايه ميه وحرشه ملح. بس كده هحطه في الفرن ينشف ويحمر، بعدها هحط له السمنه بتاعته. متنسونيش بقى في اللايك واشتري يا بنات. مش هفكركم تاني، استنوا بس، استنوا هنحط الرز وتشوفوا جماله، وهفكركم برضو حبايبي انتوا ما بستغنيش عنكم. شفتوا انا بستفيد منكم باللايك. اللايك دوت بيبقى انا بستفاد منه، ان هو الاشعار بيوصل لغيرك ولغيرك ولغيرك، ويخلي الفيديو يترفع ان عدد كبير يتشاف. تمام كده، وانت بتستفادي مني ان انا قدمت لك نصيحه، او قدمت لك طبخه، او خليتك اتشجعتي قمتي اتنشطتي. فاحنا بنساعد بعض. هنا بقى البطاطس عملتها رقات خفيفه عشان تطلع محلو زي الشيبسي، بس طلعت البطاطس دي محلونه يا بنات. تمام. بصوا الرز مفلفل وجميل، يستاهل بقكم والله. تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.